عسلامة متابعين. في الفيديو هذايا باش نعملوا ثاني وصفة نتاع حلويات العيد اللي هي السابلي. دونك في الفيديو هذايا باش نعملوا البات ان شاء الله. يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو اول حاجة بالمكونات. هوني باش نستحق كيلو طحين يعني فارينة، لكن انا هوني عندي 970 غرام. علاش؟ على خاطر 30 غرام خليتها هوني كاكاو باش نعمل شويه معناتها يبداو هكايا بالكاكاو. دونك اذا نتوما تحبوا ابيض تعملوهم الكل كيلو كامل فارينة ولا طحين. هوني باش نستحق 300 غرام سكر محور يعني سكر يكون باودر. باش نستحق ملعقه صغيره خميره مرطبات. باش نستحق هوني زوز اكياس فانيليا والا بالجرام يجيونا 16 غرام سكر فانيليا، رشه ملح. نستحقوا 250 غرام زبده درجه حراره الغرفه، يعني تكون شوفوا كيفاش بدرجه حراره الغرفه، مش ذايبه مش سايله ومش جامده. يعني ديما نستحقوا الزبده تكون نصف كميه الفارينه. نستحقوا 4 بيضات، نعملوا 2 كاملين و2 نحطوا كل اصفر خاطر الابيض يبس. هوني 100 غرام باش نستحقوا نشا، وقلت لكم الباقي باش نعملوهم بالكاكاو. هذوما المكونات ويلا مع بعضنا نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه نبداو نصبوا الزبده نتاعنا كما شفتوا خاطر درجه حراره الغرفه يعني تنزل بسرعه. ثاني حاجه نصبوا الفانيليا ونغربلوها. غربل يوسف غربل. ومن بعديكا نكملوا نغربلوا معاها كميه السكر المحور. ومن بعديكا نبدا نخدم هكايا في الزبده والسكر والفانيليا مع بعضهم. كما شفتوا توا خلطنا الزبده مع الفانيليا والسكر المحور. توا باش نركضوهم بالميكسر ومن بعديكا نضيفوا عليهم البيض. توا ضفنا بيضتين كاملين و2 اصفر بيض وتخلينا على الابيض خاطر الابيض هو اللي يخلينا السابلي يابس. توا باش نركضوا بالخلاط. خلطنا البيض مش بالضروره يكون مخفوق برشا، هي ما هيش كيك جوست باش نخلطوا. الزبده نسيت باش نقول لكم هي 500 غرام صحيح، لكن عملت 400 غرام زبده حيوانيه و100 غرام مارغرين. معناتها وكذلك علاش مانيش باش نحط زبده توا خاطر حطيت 100 غرام ديجا مارغرين. توا شنو باش نعملوا؟ باش نخلطوا النواشف باش نغربلوهم ونضيفوهم للخليط. وكالعاده باش ندخلوا كل المكونات في بعضهم، يعني باش نضيفوا النشا الفارينه رشه الملح وشويه خميره. توا خلطنا كل المكونات كما شفتوا. قبل ما نضيفوا كل كميه الطحين هوني نحيت منها هوني بارتي، وباش ناخذ الكاكاو نحط هوني ونغربلوا فيها هوني الكاكاو باش تجينا هكاكا لونها. نغربلهم. كملنا توا لمينا البات هذيا اللي خليناها بيضة عادية ما فيها حتى شيء. وعلى فكرة السابلي راهو ما يتعجنش يتلم لما. دونك هذيا حاضرة نحطها توا في كيس. وهذيا اللي بالكاكاو كما شفتوا لميناها كيف باش تحطوها في كيس حطوها في الفريجيدير يبردوا. حطينا توا البات نتاعنا في اكياس وتوا باش نحطوهم في الفريجيدير بالبراد لمده 30 دقيقه يرتاحوا وباش معناتها يساعدونا بعديك على الخدمه. بعد نص ساعه كما شفتوا شوفوا البات نتاعنا ارتاحت مليح. توا ولات الطاوه. توا شنو باش ناخذ؟ باش ناخذ من الابيض. شوفوا شنو عملت هون. حطيت هوني البابي كويسون ورق الزبده باش نحط هوني نفرش ونحل ونحط فوقها هذيا. وتو تراوني كيفاش الطريقه باش نعمل. توا نلموا البات نتاعنا هكايا ونحطوا. قلنا حطينا ورق الزبده من هوني ونحط واحده اخرى من فوق. هذه احسن طريقه. ناخذوا توا القلقال ونبداو نحلوا بالطريقه هذيا وتنوريكم السمك اللي حشتنا به. نحب نوريكم السمك اللي عملناه. السمك هذايا تو تراوه. تو عندي القوالب اشكال والوان باش نختار قالب. مثلا باش نختار القالب هذايا مثال ونعمل بيه
بالطريقه هذيا هكا، نحركوش يدينا باش ما تتخربش الكعبه هكا بالطريقه هذه هكا هكا هكا. فوالا نوريكم السمك اللي حاجتنا به للسابلي. هو السمك هذايا. هوني حضرت طبق فيه البابي كويسون ورق الزبده، ونحطوا الكعيبات نتاعنا الكل هوني. والعجينه اللي تفضل هذيا كالعاده نعاودوا نلموها ونخدموا بها مره اخرى، لكن حبيت نوريكم حاجه. ريتو هكايا مثلا خدمنا صفه هكا وصفه هكايا، شنو نجيو نعملوا؟ هذيا مثلا التحتانيه اللي باش نخدموها، هذيا نجيو هكايا ونقعروها بالطريقه هذيا باش نركبوا يعني واحده فوق الاخرى ومن داخل يجي المربع. فهمتوا كيفاش؟ الطبق نتاعنا الاولاني هذوما عملناهم وردات هكا مشرفين، وهذو مقلوب وقورتهم زاده بالقلب. دونك نحطوه توا في الفرن على درجه حراره 160 من فوق ومن تحت. البلاتو الثاني باش نحطوه كيف كيف 10 دقائق. هذايا الطبق الاولاني هاكا حضر واحد اخر حضر، وهذيا توا باش نحطوه في الفور. زاد الموديلات نجمه حطيت فيها الهلال، وهذوما اللي بالكاكاو قلب وعملتها من داخل قلب، وتوا باش نحطوهم في الفور. بالنسبه اللي ما عندهاش قالب تنجم تعمل هكا مثلا كيس وتشكل بها هكايا اشكال. المهم ما تحيروش. هي البلاتو كيفاش حضر نتاع الكاكاو. كملوا اخر بلاتو ونوريكم الديكوراسيون تاعنا. وهكايا كملنا ما شاء الله الكميه نتاع السابلي نتاعنا. هذوما العجين الابيض وهذوما اللي عملناهم بالكاكاو. ما شاء الله طيحت لي كميه هايله. حبيت جست نوريكم كيفاش الكعايبه كيفاش شوفوا هشوشه ما شاء الله. به هوني يوفى الفيديو نتاعنا، والفيديو اللي بعد هذايا ان شاء الله باش يكون طريقه كيفاش نزينهم ونعمل لهم الديكور نتاعهم وشنو نحشيهم. يلا نخليكم ميله في الفيديو الجاي. يلا سلام.